لو انت كان نفسك تدخل كلية معينة ومجموعك للأسف ما جابهاش، هل الموضوع يستاهل انك تروح تقدم في جامعة خاصة وتدفع فلوس كتير جدا؟ يعني هل الموضوع سهل ولما تخش الجامعة الخاصة هتمشي والدنيا هتبقى تمام؟ في الحقيقة ده اللي انا كنت فاكره، والموضوع يعني ما طلعش. هو الموضوع فيه ميزة وفيه عيب، يعني فيه الاتنين مع بعض. فدلوقتي اقول لك ايه الميزة وايه العيب، واقول لك هل فعلا تستاهل ان انت تدفع فلوس تخش جامعة خاصة ولا لا. بص، يعني اول حاجة انا كنت فاكر ان انا هدفع فلوس الجامعة الخاصة واخش والدنيا هتبقى تمام وكله بقى هيعدي خلاص. انا طالما المشكلة عندي كلها ان انا ادفع فلوس الجامعة، خلاص طالما انا دفعت فلوس الجامعة يبقى الدنيا هتمشي وخلاص. لكن تقريبا الموضوع مش كده خالص. ده فلوس الجامعة دي يعني انت اخر حاجة تفكر فيها اصلا. انا جبت مجموع دخلت بيه كلية صيدلة جامعة خاصة. بصوا يا جماعة، اول حاجة لو انت فعلا مجموعك ما جابش الحاجه دي وانت بتحبها، يعني انت مثلا نفسك تخش كليه معينه ومجموعك ما جابهاش وانت عايز تخشها خاص، على حسب. يعني الموضوع ده بيفرق من الشخص للتاني. ولكن لو انت مثلا نفسك فيها خالص ولا انت مصمم تدخلها ومجموعك جايبها خاص، اهم حاجه ان انت تكون عارف انت داخل على ايه، لان الموضوع مش سهل خالص. الموضوع مش لعب عيال. انت هتدخل اهلك في دوامه، شوف بقى، طويله، تقعد معاك 5 6 سنين. فالموضوع مش سهل خالص. بس انت هتخش الحاجه اللي انت بتحبها. بس الموضوع برضو مش ان انت بتدفع فلوس وخلاص، لان الفلوس دي اصلا يعني دي حرفيا دي اخر حاجه انت تفكر فيها. انت غير كده، انت عندك لو حصل لك اي مشكله في ساعات، حصل لك اي مشكله في الجي بي اي، حصل لك اي مشكله حاجه، انت الفلوس اللي انت تدفعها دي انت ممكن تدفع اضعافها عادي جدا بدون اي مشاكل. فانت لو فاكر ان انت هتخش الجامعه الخاصه تدفع القسط ولا مصاريف الجامعه وهتكمل عادي، فانت لازم تراجع نفسك ولازم تبحث كويس جدا الجامعه الخاصه ايه. ايه اللي ممكن يحصل فيها، ايه الحاجات اللي انت ممكن تدفع فيها فلوس زياده. اصلا مثلا تشوف مثلا المواد عندك بكام، يعني تشوف كل حاجه. يعني قبل ما تفكر ما تخليش عقلك هو اللي ماشيك، لا انت تشوف كل حاجه وتدرس كل حاجه قبل ما تفكر تخش. بس انا ما بقولكش كده عشان احبطك، لا انا بقولك كده لو انت فعلا هيبقى عندك القدره وعندك الاراده ومش هتتلكع والكلام ده. يعني مش تتلكع، انت ممكن تقول انا مش هتلكع وتخش تتلكع عادي، مالوش علاقه. ان انت فعلا تكون واثق ان انت مش هتتلكع وهتفرم الدنيا وهتظبط نفسك، خش. يعني مثلا انت غير الحكومه مثلا لو شال ماده عادي، هو كده كده مش فارقه معاه. لكن انت كجامعه خاصه انت لو شلت ماده انت حرفيا هتتبهدل، انت هتروح في داهيه. انا عايز اقول لكم مثلا الجامعه اللي انا فيها دفعتي مثلا ممكن 50% منها حول اول سنه مش من الجامعه. ليه؟ لان هو كان داخل فاكر ان هو يدفع فلوس وحبيني كده وهينجح. الموضوع مش كده يا جدعان، الموضوع فعلا صعب جدا. والناس اللي تقعد تقول لك الجامعه الخاصه، الطلاب بتوع الجامعه الخاصه اسهل والطلاب بتوع الجامعه الخاصه بينجحوا كده بفلوسهم، والله العظيم ابدا الكلام ده اي كنافه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. ان هم يعني هم عايزين فلوس زياده، فايه اللي هيخليهم ينجحوك بالساهل؟ لا، هم لازم ايه، يصعبوا الموضوع عليك شويه عشان انت كل ما هتقع او هتعمل اي حاجه هم ياخدوا فلوس احسن. فاللي يقول لك بقى الجامعه الخاصه دي كده بتمشي بالحب وبتاع، قول له والله العظيم انت ما فاهم اي حاجه. فانت بقى شوف الناس اللي كانت داخله فاكره ان هي هتعدي بالسهل، ومثلا ربنا ما وفقهاش وكتب لها خير في حاجه تانية ودخلت حولت مثلا جامعه تانية او هي الناس دي دفعت فلوس وضيعت وقت من عمرها، وقت ضيعت سنه من عمرها. ده لو انت من ضيعت سنه، انت فاهم الفكره؟ يعني الفكره مش موضوع فلوس بس. يعني الناس دي كلها كان معاها فلوس الجامعه وعادي صرفت فيها بقى، بس دخلوا الجامعه فبعد كده ما كملوش، فدي مشكله. بس فانا يعني اللي جاي اقول لك من الفيديو ان انت ادرس كل حاجه قبل، وما تحطش في دماغك وانت في دلوقتي ان انت ان مثلا لو حد دلوقتي في الجامعه حاطط في دماغه يخش جامعه خاصه، لا. اعمل اللي عليك وسيب بقى الباقي على ربنا. وادرس كل حاجه قبل ما تخش. يعني خش ادرس كل حاجه، كل حاجه حرفيا ممكن عايز تفهمها. اذا كان جي بي ايه، اذا كان ايه الحالات اللي ممكن تدفع فيها فلوس زياده، اذا كان كل حاجه حرفيا لازم تدرس قبل ما تخش. وتحط كده قدامك، تصلي صلاه استخاره وتحط كده قدامك ان انت فعلا هكون قد المسؤوليه ولا مش قدها. لان انت يعني لو ما كنتش قد المسؤوليه هتبهدل نفسك وهتبهدل اهلك معاك وهتبهدل نفسك جدا في الجامعه. حتى لو انت ما كنتش قد المسؤوليه في الاول بعد كده ظبطت حالك، انت هتبهدل نفسك جامد وتقعد تعاني بقى ايه طول السنين اللي جايه. فانت ليه من الاول ادرس الموضوع وشوف انت هتعمل ايه. بس يعني ما تخليش الموضوع موضوع ان انت ماشي انا معايا فلوس الجامعه وهخشها وخلاص. لا طبعا، فلوس الجامعه دي يعني زي ما بقول لك اخر حاجه تفكر فيها. بس كده.